السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع شغل ناس كتير جدا الفترة اللي فاتت وهو موضوع العنف المنزلي اللي بتتعرض له النساء. لو واحدة بتتعرض لعنف منزلي، سواء العنف ده كان عنف لفظي أو عنف جسدي، ايه الإجراءات اللي ممكن تعملها بسرعة جدا علشان يعني نقلل مخاطر العنف المنزلي؟ لو العنف ده عنف لفظي، الزوجة بتتعرض لسب وشتم بشكل قاسي وبشكل متكرر. يعني مش بنقول ان من اول مشكلة نتخذ هذه الاجراءات، انما لو حصل ده وبقى بشكل متكرر، بتتعرض للاهانات المتكررة. رقم واحد، تشوف لو في حد في اهله، اخوه بقى، عمه، والده، حد حكيم يقدر يساعدها، يقف جنبها، تحكي له علشان يوقفوا عند حده. لان احنا ما بننصحش في بداية المشاكل ان هي تروح تحكي لاهلها. لو راحت حكت لاهلها ممكن المشكلة تكبر والموضوع يتفاقم. طيب لو في واحدة بتتعرض لعنف منزلي جسدي، بتتضرب ضرب شديد جدا، بنقول في اول مرة بتتعرض لعنف منزلي جسدي تروح تعرف اهلها وتتخذ موقف حازم جدا. ليه بقى؟ لان احنا لما نعمل مشكلة في اول مرة والمشكلة تبقى كبيرة وحلها يبقى صعب، ده بيبقى خط امان ان المشكلة ما تتكررش بعد كده. طيب لو المشكلة اتكررت مرة تانية، يبقى طالما عرفنا الاهل، بمساعدة الاهل بنروح نعمل محضر في الاسم. ده مهم جدا وضروري جدا، لان المشاكل لما بتتفاقم بعد كده البنت ما بتعرفش تاخد حقها. عملنا محضر في القسم، والمرة الأولى احنا قلنا مش من أول مرة بنروح القسم. بس لو الموضوع اتكرر تاني ومش بنتكلم إن هو زقها في كتفها، لأن في بعض النساء بتأفور وبتكبر المواضيع، أو هو كان في لحظة عصبية وبيخبط حاجة جت فيها. لا، احنا بنتكلم حد كان في وعي وفي إدراك وقعد يضرب ويشتم، والموضوع بيتكرر مرة تانية، وفي علامات على الجسد. ده عنف جسدي مقصود ممكن يؤدي لمخاطر شديدة جدا. في اللحظة دي لازم تروح تعمل محضر في القسم، وده بيحفظ لها حقها. لو بعد كده الموضوع ما تكررش بالمحضر اللي هي عملته، بترفع طلاق للضرر وتنفصل. ما نستناش لما يحصل مصايب زي اللي بنسمع بيها. طيب هل الكلام ده معناه ان انا بقول حاجة خاصة بالقضايا اللي بتبقى ظاهرة على الرأي العام؟ القضايا دي احنا ما نقدرش نحكم فيها، ما عندناش تفاصيل، ما عندناش معلومات. هذا الامر متروك للنيابة، هي اللي بتقرر بعد بقى التحقيقات والتحريات اللي بتقوم بها النيابة، وتقول مين اللي غلطان او السبب ايه او الدافع ايه. دي حاجة ملناش دعوة بيها، وبندعو ان الله عز وجل يستر جميع الناس ويهدي سر البيوت كلها ويصلح أحوال المسلمين أجمعين. ولكن ضروري جدا أي واحدة بتتعرض للعنف يبقى في إجراءات بتتخذها وما تتأخرش فيها كتير، لأن التأخير للأسف بيعمل المشاكل اللي احنا بنسمع بيها، وربنا يحفظنا أجمعين.